ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض طاجن الرز المعمر في الفرن. لو كنا عايزينه حادق او حلو هنعرف ازاي احنا عملنا الاتنين. يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي مع بعض. هنا انا عندي طاجن فخار. انتي ممكن لو ما عندكيش طاجن فخار تجيب الاطباق الفويل اللي هي بتدخل الفرنه. الطبق الصغير على قد فرد واحد دوت حوالي بجنيه ونص. تمام. وكمان ممكن تستخدمي اي صينيه عندك عادي، اي صينيه عاديه عادي، بس طبعا هنا البرام او الطاجن الفخار بيدي طعم جميل جدا للرز المعمر. انا حطيت هنا كوبايه ونص رز مصري مغسول، انا غسلاه كويس ومصفياه، وحطيت عليهم معلقتين سمنه بلدي. انتي ممكن تحطي معلقتين سمنه عادي او معلقتين سمنه زبده مثلا عادي، مش هيجرى اي حاجه، بس السمنه البلدي طبعا بتديلي طعم وريحه. هنقلب كل السمنه او الزبده بكل الرز، هنغلف كل الرز بالسمنه او الزبده. هنا غلفت كل الرز بالسمنه او الزبده اللي احنا حاطينها مع بعض. لو احنا هنعمله حادق هنحط معلقه ملح. تمام. وهنقلب كله مع بعضه. السمنه لازم تغلف كل الرز اللي عندنا. هنا هنضيف طبعا 3 كوبايات كبار لبن. لو احنا عاملينه حادق ممكن نضيف النص لبن ونص شوربه. لو احنا عندنا شوربه متوفره نضيف كوبايه ونص شوربه وكوبايه ونص لبن. تمام. لكن لو احنا عاملينه بالسكر او لبن او رز معمر مسكر، لا هنضيف ايه بقى، هنضيف 3 كوبايات لبن زي ما احنا، وهنضيف عليهم معلقه صغيره فانيليا، وكمان السكر حسب الرغبه، انت تحطي سكر زي ما انت عايزه. ممكن في الطبيعي احنا بنحط كوبايه سكر عادي، انت ممكن تحطي اقل وممكن تحطي اكتر على حسب المذاق. وكمان لو عندك القشطه بتاعه اللبن ممكن تحطي قشطه، معلقتين 3 قشطه. هو الرز بلبن اللي هي في الفرن او الرز المعمر هو بيحب القشطه جدا. تمام. وبيبقى دسم شويه. كمان انا بضيف له حاجه، انا بحط باكو كريم شانتيه اللي هو دريم، بحطه مع اللبن ويغلي مع اللبن. واللبن هنا لازم يكون سخن جدا، لازم يكون لبن سخن ومغلي. من فوق الوش، فوق وش الرز كده حطيت معلقتين كبار قشطه اللي هي القشطه بتاعه اللبن. لو مش متوفره عندك خلاص عادي نستكفى بالمقادير اللي احنا حاطينها. لو متوفره حطيها. لو عندك وش الزبادي هتبقى جميله جدا برضو تنفع. وممكن كمان تكايه كده صغيره ناس كتير ما تعرفهاش، ممكن تجيبي قطعتين جبنه نستو اللي هي المثلثات وتحطيها كده من فوق الوش. اول ما هتسيح تحت الشوايه هتعمل لون جميل وطعم جميل جدا. هندخل كده الطاجن الفرن على الشبكه، الفرن يكون سابق التسخين طبعا، على درجه حراره 180 على الشبكه في النص، لغايه ما نلاقي الرز شرب كل اللبن اللي فيه ونحس اللي هو استوى. هنولع الشوايه من فوق ونسيبه لغايه ما اللون يحمر ويبقى ذهبي. ده شكل الرز المعمر بعد ما طلع من الفرن. حطيته شويه تحت الشوايه. تمام. لغايه بس ما خد اللون كده من فوق، اللون المحمر اللي احنا شايفينه دوت. يا رب الطريقه البسيطه دي تكون عجبتكم. عقبال كل فيديو. باي باي.